ودلوقتي جه ميعاد الحاجه المهمه اللي انا كنت مأجلها لك من اول الفيديو. في الفيديو اللي فات اتكلمت على 10 اسباب تخليك تبقى فريلانسر، واللي انا متاكد ان انت بتعاني على الاقل من 6 منهم، ده ما كانش كلهم اصلا. انما في الفيديو دوت انا هقول لك تشتغل ايه بقى كفريلانسر، وانت غالبا واحد من ثلاثه. انت واحد عنده خبره في مجال معين، سواء بقى جات له من شغل او سواء جات له من كورسات، بس عايز يبدا يبقى فريلانسر، او انت شخص عايز تعمل شيفت للكارير بتاعك وعايز تخش في مجال تاني في الفريلانسنج، بس انت على الاقل محدد ايه هو المجال وعارف هتبداه ازاي. الشخص الثالث واللي انا بكلمه في الفيديو دوت هو شخص لسه مش عارف يبدا ايه اصلا في الفريلانسنج، مش عارف ايه هي المجالات المتاحه، ومش عارف لسه كمان يختار. وافتكر دايما طالما انا اقدر اعملها يبقى انت كمان تقدر تعملها. ويلا بينا عشان ما اضيعش وقتك اكتر من كده. قبل ما نبدا الفيديو في حاجه مهمه جدا هقولها لك في اخر الفيديو، فلازم تتفرج على الفيديو لحد اخره عشان على الاقل تبقى فاهم انا بقول ايه. في واحد امريكي اسمه راي زيلينسكي، مش عارف هو يعني بنطق اسمه صح ولا لا. المهم يعني راي دوت مسمينه ملك قطع غيار السيارات. الفكره هنا ان انت لو جيت سالت راي دوت وهو صغير نفسك تبقى ايه لما تكبر، استحاله كان يقول لك ان انا عايز ابقى ابيع قطع غيار السيارات او عايز ابقى يسموني ملك قطع غيار السيارات. اكيد كان هيبقى عايز يبقى رائد فضاء، عايز يبقى ضابط، عايز يبقى اي حاجه. وده اللي انا عايز اوصله لك بقى، ان انت ما تقفلش دماغك على مجال واحد، لان ممكن يبقى في فرصه في مجال تاني احسن بالنسبه لك. فاللي طالبه منك ان انت تبص للمجالات كلها بشكل محايد، لان انت لسه لحد دلوقتي ما تعرفش مين فيهم اللي هتكمل فيه. في حاجه بسيطه عايز اقولها لك، وهي ان انت لو فاكر ان انا هاجي اقول لك ابدا في المجال الفلاني تبقى غلطان. لازم تكون حاجه من اختيارك انت. انا بعد ما اعرض عليك المجالات المتاحه في الفريلانسنج، بعد كده هوريك 5 طرق تختار باي واحده فيهم المجال المناسب ليك. دلوقتي انا هوريك ايه هي المجالات المتاحه اللي انت تقدر تشتغلها كفريلانسر على موقع ابورك. زي ما انت شايف قدامك دلوقتي، انت عندك ابورك مقسم الشغلانات كلها او المجالات كلها تحت 12 كاتيجوري. اول واحده هي ديفلوبمنت اند اي تي، ديزاين اند كرييتيف، سيلز اند ماركتنج، عندك رايتنج اند ترانسليشن، ادمن اند كاستمر سبورت، وعندك طبعا هنا عندك الفاينانس، انجينيرنج، ليجل اند تريننج، اتش ار اند تريننج. المهم يعني ان انت ايا كان المجال اللي انت حابب تبداه، انت غالبا هتلاقيه واحد تحت المجالات دولت. يعني ايه؟ لو قلنا ان انت ده مثلا جيم كوتش، فانت غالبا هتبقى تحت رايتنج اند ترانسليشن، تبقى تحتهم برضو اللي هو كونتنت رايتر، بعد كده بقى بيرسونال ترينر او فيتنس ترينر. او بشكل تاني مثلا لو قلت لك اللي انا كفيديو اديتور، فانا موجود برضو تحت الكاتيجوري بتاع الديزاين اند كريتيف. هتلاقي مثلا لو دوست عليها هتلاقي برضو مين معاك، ينزل تحت كده، يو اي اكس ديزاينر، جرافيك ديزاينر، ار دايركتور، ويب ديزاينر، فويس ارتست، فيديو اديتور. هو مش موجود معاهم ليه في الفيديو اديتور هنا؟ ماشي. المهم يعني اللي عايز اقوله لك ان انت ايا كان المجال اللي انت حابب تبدا فيه، فهو غالبا تحت واحده من التسعه دولت. طب تعالى نشوف مثلا ديفلوبمنت اي تي. لما تدوس على ديفلوبمنت اي تي هتلاقي بقى عندك المجالات اهيت: جافا ديفلوبر، بي اتش بي. طبعا انا عارف هتقول لي لا ده في اكتر من كده بكتير جدا، عارف. هتدوس هنا سي مور سكيلز، هياخدك تحت خالص، هيوري لك بقى كل المجالات اللي هو عنده تقدر تشتغلها كديفلوبمنت او اي تي. ودلوقتي بقى انا هقول لك على 5 طرق تختار بيهم المجال اللي انت المفروض تشتغل فيه. الطريقه الاولانيه هي ان انت تشوف ان انت عندك شغف لحاجه معينه، وتشوف طريقه تقدر تقدم بيها الشغف دوت كخدمه الناس تقدر تدفع لك فيها فلوس. يعني مثلا لو قلنا ان انت جيم كوتش او فيتنس ترينر، فانت ممكن تخش على ابورك وتعمل بيرسونال ترينر، بحيث الناس كلها مثلا تشتغل معاك بالساعه او تشتغل معاك مثلا بالبروجرام، تبدا تظبط لهم الدايت بتاعتهم، تمارينهم، كل الكلام دوت. لو قلنا مثلا انت محفظ قران، فانت في مواقع كتيره جدا تقدر تحفظ بيها الاجانب قران. ولو قلنا مثلا انت بتدرس انجليزي، فانت في مواقع كتيره جدا بتبقى محتاجه ناس عايز تتعلم انجليزي ومستعده تدفع فلوس مقابل الكلام ده. فالفكره هي ان انت تشوف الشغف اللي عندك الاول، وتشوف هتعرف تكسب منه ازاي وتقدمه كخدمه ازاي. ودي كده تبقى اول طريقه. الطريقه الثانيه هي ان انت تشوف انت عايز تعمل ايه، بعد كده تدور على المسمى الوظيفي بتاعها والمجال بتاعها. يعني ايه؟ لو قلنا ان انت واحد بيحب يتفرج على الكرتون، زي ايه؟ زي ذا سيمسون او فاميلي جاي، فانت دلوقتي محتاج عشان تبدا تعرف تعمل كرتون شبه دوت، تعرف اول حاجه المجال ده ايه، الوظيفه دي اسمها ايه، وايه هي السوفت ويرز والحاجات اللي انت المفروض تتعلمها عشان تبدا في مجال شبه دوت. خدت بالك الموضوع ماشي ازاي؟ انت لقيت نفسك عايز تعمل كرتون، بعد كده دورت على الشغلانه اللي بتعمله. الطريقه الثالثه واللي هي عكس الطريقه الثانيه، ان انت تقرا عن المجالات الاول، بعد كده تبدا تشوف انت هتختار منهم ايه. يعني مثلا ما تجيش تقول لي انا مش عايز ابقى داتا اناليسيس. طب انت تعرف ايه هو اصلا مجال الداتا اناليسيس؟ لا. ما بتقول ليه مش عايز تبقى داتا اناليسيس؟ يبقى الاول المفروض تقرا عن المجالات دي كلها واحد واحد، بعد كده هتلاقي نفسك اتشدت لواحد فيهم، بعد كده بقى تبدا تتعلمه وتخش في المجال ده. طب هتبدا تعرف عن المجالات دي ازاي؟ ابسط طريقه هي ان انت تفتح اليوتيوب وتكتب وات از، واكتب اسم التايتل او المجال اللي انت حابب تتعلمه. هتبص هتلاقي طالع لك اول 3 4 فيديوهات بيتكلموا عن عباره عن ايه هو المجال ده، تستخدمه في ايه الشغلانه ديت، وايه هي اللي انت تحتاج تتعلمها عشان تخشها. طب انت هتبدا تتعرف على المجالات دي ازاي؟ ابسط طريقه ان انت تفتح اليوتيوب وتكتب وات از، واكتب اسم المجال اللي انت حابب تعرف عنه اكتر. يعني مثلا لو قلنا وات از 2 دي انيميشن، هيطلع لك اول 3 4 فيديوهات بيكلموك بشكل موثق جدا عن المجال دوت، وعن بيستخدم ايه، وازاي تتعلمه، وازاي تبدا فيه. وده ينقلنا لنقطه رقم 4، وهي الفلوس. ودي حاجه كويسه، خد بالك، لان انت على الاقل محدد ايه هي الاولويات بتاعتك. طالما الشغلانه هتبقى مجزيه وهتبقى ترجع لك مردود كويس، فانت مش مهم بالنسبه لك ايه هو المجال اللي انت هتخشه. وساعتها بقى المفروض تمسك المجالات دي كلها قدامك وتبدا ترتبها من الاعلى للاقل من حيث المرتبات، وتبدا تقرا عن كل واحد فيهم بحيث تشوف انه واحد فيهم انت مشدود له اكتر. بس خد بالك برده من حاجه، ان كل الشغلانات ديت مرتباتها عاليه، لان هي بتحتاج
محتاج مجهود كبير جدا عشان تتعلمها وعشان تبقى في المجال دوت، والا كانت الناس كلها اتعلمت. فده معناه ان انت كل ما يبقى الشغلانه ديت مرتبها اعلى، ده معناه ان انت محتاج تبذل مجهود اكتر في التعليم والخبره اللي انت المفروض تكون عندك. وده ينقلنا للنقطه رقم 5، وهي ان انت يكون عندك شغف بمجالات معينه، بس في نفس الوقت برضو عندك الجانب المادي مهم جدا. فالطريقه دي بتقول لك ان انت تاخد اول 10 مجالات انت حاسس ان انت عندك شغف ان انت تتعلمهم وعندك فضول ان انت تعرف عنهم اكتر، وتبدا ترتبهم من حيث اللي انت مهتم بيه اكتر لحد اللي انت اقل واحد مهتم بيه. تبدا تخش على الخانه الثانيه، تبدا ترتبهم من حيث المرتبات ومن حيث الماديات، يعني اكتر واحد مرتب فوق واقل واحد مرتب تحت. وبعد كده تختار اول 3 او اول 4 وتشوف مين فيهم المشترك ما بين الناحيتين. لو لقيت مجال مشترك في الحاجات اللي انت مهتم بيها جدا فوق، وفي نفس الوقت برضه العائد المادي بتاعه كويس، يبقى غالبا هو ده المجال المناسب ليك. ودلوقتي جه ميعاد الحاجه المهمه اللي انا كنت مأجلها لك من اول الفيديو، وهي اللي انا عايزك تسأل نفسك سؤالين قبل ما تستقر على اي شغلانه. اول حاجه هي هل المجال دوت فيه حاجه بتهدد وجوده؟ تاني حاجه هل المجال دوت كمان 10 سنين لسه موجود اصلا ولا لا؟ فاختار مجال يكون المستقبل بتاعه كويس، مش بس كمان المستقبل بتاعه كويس، لا يكون المستقبل بتاعه الشغلانه دي بيزيد الطلب عليها. واخيرا ابعت الفيديو دوت لاقرب الناس ليك ولاهلك واصحابك، لان ممكن في منهم مثلا عايز يبدا يشتغل ومش عارف يبدا يشتغل ازاي. وخد بالك برضو ان الطرق اللي انا قلتها ديت مش عشان الشغل الاونلاين بس، لا انت ممكن تختار الكارير بتاعك اصلا كله باحد الطرق ديت. وبرضو لو الفيديو دوت عجبك ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للشانل ديت. وطبعا ما تنساش طالما انا اقدر اعملها يبقى انت كمان تقدر تعملها. اشوفك ان شاء الله الفيديو اللي جاي.